المدرب ايش قال لك انت تحديدا بعد المباراة، بعد هاي الهزيمة واللي تعتبر انت سببها الرئيسي؟ ايش قال لك؟ والله استاذ قال لي اذا تعرف لك خلف خابره ما اعرف شنو يقصد. حياكم الله مشاهدينا مشاهدين قنوات BMW سبورت، ونلتقي بالحارس جلال صحن حارس منتخبنا الوطني، ونسأله كم سؤال بعد هاي الهزيمة الكبيرة والثقيلة على منتخبنا الوطني بمباريات كاس العالم. حياكم الله. اهلا وسهلا بك استاذ، وشكرا لك على اتاحة هذه الفرصة لي حتى ابين للعراقيين واوضح لهم شنو اللي صار باللعبة. كابتن جلال، يعني اول شيء هاردك، وان شاء الله هي بعد كرة القدم مثل ما يقولون فوز وخسارة، وهذا شيء طبيعي. بس انت شنو الموضوع؟ يعني اريدك تفهمني وتفهم المشاهدين شنو انت تاهت الصحن، ضيعت الجدر، شنو اللي صار؟ يعني ليش؟ شنو الوضع؟ يا ريت يعني تعطينا فكرة. استاذ انت شايف هذا هولاكو؟ قصدي هولان. كراكين قبل كانوا يقولون شوف هذا اطول من حرب ايران، هسه بدلوه يقولون شوف هذا اطول من هالاند. ودعتك استاذ بالسيد شوف وجهه ما يخلص استاذ ما يخلص. شنو يعني اكو اشاعات هيك سمعناها منا ومنا انه انت مثلا كنت تفكر بالغاز بوقتها، كنت تفكر بالكهرباء، شنو يعني وضعيتك بالبيت مو تمام؟ شنو؟ لا والله استاذ ماكو هيج كلام، لان انا بالنسبه لي تارس 4 قناني راس قبل لا اجي، وابو المولد منطي معي 3 اشهر مقدم، بس قلت لك دفت. المدرب ايش قال لك انت تحديدا بعد المباراة، بعد هاي الهزيمة واللي تعتبر انت سببها الرئيسي؟ ايش قال لك؟ والله استاذ قال لي اذا تعرف لك خلف خابره ما اعرف شنو يقصد. كابتن جلال، اخيرا نريد توقعاتك للمباريات الجاية. بعد عندنا 3 مباريات وكلها قوية ان شاء الله، يعني فريد شنو توقعاتك لها؟ والله اللي عارفه استاذ احنا حضرنا الخطبات والخبزات بقت بس على السمكات هيم ارنولد، راح نتغدى مسقوف والله كريم.